السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. النهارده بقى مش روتين، النهارده يوم كده جميل وخفيف، وهقدم لكم وصفه كده كلكم بتحبوها وكلنا بنحبها، ولادنا بيحبوها. هعملها لكم بطريقه بسيطه وطعمها جميل جدا، يعني كلنا بندي افكار لبعض. انا مجرد بس ان انا بديكم فكره هنعمل ايه النهارده. هنعمل معانا كبده. الكبدة دي من أجمل الأكلات اللي كلنا بنحبها في بيوتنا، وولادنا بيحبوها وبيدفعوا فيها مبالغ برا. احنا هنعملها في البيت وبطريقة نظيفة، نضيفه بطريقة سهلة وبسيطة، وطعمها كمان هيبقى جميل جدا. اسمعوا بس وكملوا معايا الفيديو للآخر وانتم مش هتندموا. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة، أول مرة تشوفي القناة، يا ريت تنوروني باشتراككم الجميل، وتنسونيش في اللايك والشير والاشتراك واللايك الجميل منكم بجد بيحفزني، والتعليق الحلو منكم. بصوا بقى كده، دي معايا هنا كبدة شرايح، ومعايا هنا مكرونة، وده لسان عصفور، ومعايا هنا برضو فاصوليا خضراء، ودي كوسة، وده بطاطس. وهقول لكم بقى هنعمل ايه مع بعض كده. هنا معايا برضو جبت جزر. الجزر ده طبعا الايام دي بتاعته. وطبعا الفيديو ده يا جماعة مش دلوقتي بصراحة، الفيديو ده انا مصوراه ليا فترة يعني مش كتيرة قوي. يعتبر في رمضان الفيديو ده، بس حبيت انزله لكم كده علشان خاطر اديكم افكار للي محتارة تعمل اكل ايه، اي فكرة بسيطة. وكمان مشجعة ليكم ولاولادكم في الاكل كمان، احسن ما نروح ناكل بره. وكمان حاجة نضيفة في البيت. يلا نبدأ بقى، بسم الله، ونبدأ الفيديو مع بعض ونشوف هنبدأ بإيه. كده لم حاجتي بقى اللي انا جايباها، وهبدأ واحدة واحدة. هبدأ معاكم بالكبدة كده، هسمي بالله، وهنشوف بقى هعملها ازاي. كده هبدأ اول حاجة. طبعا انتوا عارفين الكبدة دي بيبقى لها كفر كده زي الجلد. ده لازم بيتشال يا جماعة. اللي هو هيعمل كبدة برده، الكفر ده لازم بيتشال بطريقة سهلة جدا جدا. بتمسكوه من بدايته كده وبيتشد، بيتشال معاكم بكل سهولة. لان الكفر ده لو اتقلى، لو الكبده اتقلت بيه، هتلاقوا الكبده كده شريحه الكبده لمت معاكم وكرمشت. لكن الكفر ده لما بيتشال بتبقى القطعه زي ما هي، ما مش بتكرمش او مش بتلم. فانا بحب اشيله كده. او لو هتقطعوا الكبده تقولوا لهم مثلا احنا مش عايزين القطعه اللي فيها الكفر ده، بس هو طبيعي طبعا لازم هيجي بيه. احنا بنشيله في البيت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. انا هبتدي بقى اشيل الكبده كلها من الكفر زي ما انتم شايفين كده. خلصتها كلها عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم اكتر من كده. طبعا في ناس بتقول لا الكبده ما تتشطفش. انا بصراحه مش عارفه. هو يعني المفروض ان هو بيبقى غلط، بس انا بحب اشطفها شطفه بسيطه كده. ومعاها سنه ليمون، لاني انا ما بحبش ريحه الزفاره بتاعتها. بس كده. بعد ما خلصتها بالطريقة دي كده، هبتدي بقى ارش عليها التوابل بتاعتي. لازم تتبلوها وهي كده، لان مهما تحطوا لها توابل مش بيبان عليها ابدا بعد السوا. حطيت لها ملح وكمون وكزبرة وحبة فلفل اسمر. آه اي بقى توابل حتى لو مش موجودة عندك، يعني لو نوعين بس توابل مش هيقول لا. لو عندك التوابل دي طبعا حطيها. طبعا الحاجات دي بتدي طعم جميل جدا للكبدة وبتشيل الزفارة كمان. عندك بضاية كمان، يا سلام يا سلام، بتبقى جميلة جدا. انا بحب احط لها بضاية. وسبتها كده بقى تتركن على جنب تتبل مع نفسها في الملح والتوابل اللي انا حطيتها لها. وجبت تاني حاجة هنا معايا كده الجزر ده الايه. الجزر ده انا هسلقه زي ما انتم شايفين كده، بس الاول بقشره. هو شكله كده ان هو يبان قدامكم ان هو دبلان او في حاجة، بس هو الحمد لله كويس. جبته وقطعته كده شرايح، لان طبعا الجزر بياخد سوا في السلق بتاعه. فانا قلت ابدأ بيه علشان خاطر ياخد راحته في السوا، وكمان يكون برد على ما انا اخلص كده. يكون الجزر اتسرق حلو برد كمان، عشان هضربه على الخلاط وهقول لكم انا هعمل بيه ايه. لكل حبايبي حلوين بقى، لو انتوا وصلتوا معايا لهنا يا ريت تنوروني باللايك بتاعكم يا جماعه. اللايكات دي بتفيد الفيديوهات جدا. يعني اللي مستخسره تحط لايك، انت مش هتخسري حاجه. هتشجعيني باللايك بتاعك، وكمان هعرف ان الفيديو عجبكم. بس كده مش هقول لكم اكتر من كده. انا مش هلح عليكم، بس انا طبعا عشان عارفه ان انتوا حبايبي بفكركم بس مش اكتر. لو انتوا فاكرين بقى مش حابين تحطوا اللايك، انا يشرفني مشاهدتكم ومتابعتكم ليا.
بدأت بقى ان انا اقطع كده الجزر وهخلصه كله، وهشوف بقى هعمل ايه تاني. كده حطيت بقى الجزء اللي انا قشرته وقطعته ده، كده شطفته وحطيته على النار يتسلق براحته. اما الجزر ده انا اللي انا بقشره معاكم ده هعمله لحاجة تانية. هوريكم برضو انا هعمل ايه جنب الاكله دي. بجد الوجبه دي النهارده كانت ممتازه جدا وجميله ومغذيه جدا جدا لولادنا. وبجد يعني تشجعكم على الاكل كده. حاجه كده كلها تفتح النفس. كده قشرت الكميه كلها الباقيه بقى معايا الجزر، وجبت معايا هنا الفاصوليا الخضراء دي من اكتر الخضار اللي انا بحبه جدا جدا. سواء مسبك سواء في شوربه خضار او اي حاجه زي كده او التورلي، بجد بيدي طعم جميل جدا. بدأت بقى خلصت كده برضو تقطيعي الفاصوليا كده، قطعت العيدان بتاعتها بس اللي من فوق. انا كده بوضب بس الخضار ما قطعتهوش لسه، يعني بنضفه بشيل منه العيدان بتاعته. البطاطس معايا هنا اهي انا بقشرها، هبتدي بقى احط فيها، هقطع منها جزء للتحمير والجزء التاني هحطه مع الخضار. وهوريكم دلوقتي انا هعمل الخضار، شوربة الخضار دي بطريقة جميلة جدا جدا وهتشجعكم قوي، وهتشجع ولادنا كمان ان هم ياكلوها، لان طعمها بجد مفيد جدا وطعمها جميل بالطريقة دي قوي كمان. هوريكم انا هعملها ازاي، بس انتوا تابعوا معايا الفيديو للاخر وتقولوا لي بقى في التعليقات لو الفيديو حلو او الوجبة نفسها عجبتكم او لايقة على بعضها ولا لأ. لان بصراحة في اكلات كده بتتعمل، يعني مش في بيبقى فيها حاجات مش لايقة على حاجات، لكن في اكلات كده لا تقولوا دي عايزة دي جنبها. فانتوا تقولوا لي كده الاكلة دي لايقة على بعضها ولا لا. جبت الكوسة، انا مش بطبيعتي بصراحة ان انا بحب اقشر الكوسة بالطريقة دي، بس انا عملتها كده معاكم عشان في ناس كتيرة بتقولي انت ليه ما بتقشريش الكوسة. انا بصراحة ما بحبش اقشرها، لان الفايدة كل اللي في الكوسة بتبقى في القشرة الخضراء دي، فاحنا طبعا بنقشرها بنضيع الفايدة بتاعتها. انا بطبيعتي ما بقشرهاش، فانتوا براحتكم اللي حابة تقشرها اللي حابة تسيبها زي ما هي، بس نصيحة مني ما تقشرهاش لان الفايدة في القشرة بتاعتها. انا بقول لكم مرة كمان الفايدة في قشرتها مفيدة جدا للقلب، المرضى القلب بجد جميلة جدا. وكده هنا كنت خلاص قطعت الخضار بتاعي كله، الفاصوليا والجزر والبطاطس والكوسة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. وادي هي البسلة دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده وضفتها عليهم. بصوا كده معايا كام نوع من الخضار، يعني حاجة بجد حاجة كده جميلة جدا ومفيدة جدا جدا لولادنا. بألف هنا وشفا يا رب كده، ويجعل ولادنا يا رب في أتم الصحة إن شاء الله. كده معايا هنا بقى الجزر اهو قرب يستوي. جبت معايا هنا المكرونة حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده استوت. كنت انا عصرة القوطة زي ما انتوا شفتوني قبل كده انا بعملها على طول المكرونة دي، لان ولادي بجد بيفضلوها اكتر. طريقة بيفضلوها هي الطريقة دي، فانا طبعا لازم اعمل لولادي اللي هم بيحبوه. طريقتها جميلة جدا جدا. حطيت لها مرقة دجاج وملح وفلفل اسمر. ولو عندك حبة توابل حواوشي كمان بتديها طعم جميل جدا جدا. بس كده هغطي عليها واسيبها تستوي خالص. قرب ما تستوي كده هوطي عليها. حطيت لها كده قرن فلفل صغنون خالص كده يديها طعم السبايسي، بيبقى طعمه حلو قوي. جبت بقى هنا معايا حلة كمان، سبتها بقى على الناحية التانية، نقلتها على العين التانية. وجبت معايا هنا حلة فاضية وحطيت كده هحط فيها شوربة الخضار. هنا الاول كنت حطيت حلة الزيت دي، يا جماعة انا بحب اقلي عشان محدش يقول لي انت بتحمري في الحلة. الحلة الصغنونة دي لو اقل حبة زيت بيحمروا لي الحاجة كويس جدا. بس كده. لكن انا في حاجات طبعا ما ينفعش ان انا احمرها فيها، زي السمك والبانيه والحاجات الكبيرة دي انا بحمرها في الطاسة بتاعتها. جبت هنا شوربة الخضار وحطيتها في حلة كبيرة وحطيتها فيها كده، وجبت قطعتين كده حلوين وقطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين. الطماطمية دي بجد بتدي طعم جميل جدا. هنا طبعا ما كانش عندي شوربة، حطيت مية عادي خالص وحطيت مكعب مرق وملح وفلفل، وسبتها برضو تستوي كده مع نفسها. كنت خلاص تبلت الكبدة. خدت شوية من البهارات بتاعتها، وبدأت بقى اجيب الردة بتاعتي. طبعا الردة برضو لازم بنزود لها حبة ملح صغيرين وفلفل اسمر. بدأت اتبل بيها
الكبدة بتاعتي، وكنت حاطة الطاسة بقى على النار وعليها الزيت، وبدأت احمر فيها كده. كنت عصرت هنا بقى معايا الجزر. بنتي كانت بتساعدني ما شاء الله، يعني ربنا يحميها يا رب. هي صغيرة بس أنا بعودها دايما على المطبخ عشان تقف معايا وتشجعني وتساعدني برضو لما كنت تعبانة، أو لو أنا تعبانة مش قادرة أقف في المطبخ تعمل لي هي الحاجة. مش عيب نعلم ولادنا من هم صغيرين. بصوا هنا كده كنت حمرت بقى اللسان عصفور وحطيته، طبعا حمرته بسمنة مش بزيت. وحطيته بقى على شوربة الخضار. كانت شوربة الخضار داخلة على نص سوا، لأن لسان عصفور مش بياخد وقت معانا. كانت هنا المكرونه برضو معايا استوت وطفيت عليها الحمد لله. والكبده معانا اهي. برضو احمرت وقلبتها على الناحيتين زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كانت ريحتها جميله جدا، التتبيله بتاعتها حلوه قوي. هنا كنت عامله برضو حتتين بانيه كده قليلين، لاني كان عندي حد كده مش بياكل الكبده. فطبعا حرام ما نظلمهوش، فحبيت ان انا احط له بقى البانيه. كنت هنا بقى قليت البتنجان وعملت له الخلطه الجميله دي. فلفل حامي وتوم وخل اللهم صل على النبي. توم وفلفل حامي وخل وليمون وكمون طبعا وشطة وحاجات من دي. وتبلتهم كده. وبعد ما خلصت كان عندي طبعا قوطة ناشفة. القوطة بجد بالثوم والخلطة دي تحفة تحفة، للي مجربهاش بجد جميلة جدا جدا. اطعم كمان من البتنجان. جربوها مش هتندموا. جبت القوطة كده وقطعتها بالطريقة دي، وجبت معايا هنا حبة توم وخلطتهم كده على بعض. وهبتدي بقى احضرهم. بدأت ان انا احضر بقى الحاجات اللي هي مش هتبرد معايا، علشان على ما اخلص تكون انا كده حضرت كل حاجتي بالترتيب بالطريقة دي. وضبت كده الاطباق دي وركنتها على جنب. طبعا سامحوني انا بتكلم بسرعة علشان الفيديو ما يطولش معاكم. حطيت طبقين كده بتنجان على قوطة مخللين. وعندي بقى طبعا في ناس ما بتحبش التوم وريحة التوم في المخلل. جبت لهم كده مخلل من اللي هو المشكل البلدي بتاعنا ده. وحطيته برضو في طبقين كده وهركنهم على جنب، وهشوف انا هكمل ايه الاكل بتاعي. كان عندي بقى برتقان. طبعا انتوا عارفين انا الفيديو ده طبعا متصور من قبل كده، فكان او اياميها في برتقان عصرته كده بالطريقه دي، برتقان بلدي على الجزر برضو. مقولكوش طعمه بجد تحفه تحفه بجد. مفيد جدا لينا ولاولادنا. احسن من العصير الجاهز اللي بره. وهنا بقى كان كل الاكل خلص الحمد لله. شوربة الخضار زي ما انتم شايفين بجد ريحتها كانت جميلة وهي شهية جدا. وكانت المكرونة خلصت. طبعا انا نسيت احط البطاطس المحمرة. كانت على جنب طبعا، بس مش مشكلة يعني. طبعا تحمروا جنب الاكلة دي بطاطس لازم. وكان اكل كده خلص الحمد لله بألف هنا وشفا يا رب على اللي كل. ويا رب كده اللي محترف أكلة تكون استفادت مني ولو بكلمة. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.